في الصدارة وفوز وكل حاجة، ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. الأهلي بيفوز على سموحة 1-0 بطلوع الروح. عارف أنت فوز بطلوع الروح، فوز مش ده النادي الأهلي وأنت بتتفرج. مش ده النادي الأهلي، مش ده النادي الأهلي اللي كان بيلعب أي فرقة في الدوري ينزل ال 90 دقيقة ضاغطهم في منطقتهم بيهاجم. مش ده النادي الأهلي خالص خالص. مش ده النادي الأهلي اللي أنت واثق ومتأكد إنه هياخد الدوري. مش ده النادي الأهلي اللي هو مركز رابع وطلع النهارده مركز أول ومتأكد إنه هياخد الدوري. لا، مش ده الأهلي. الاهلي في الصداره مؤقتا. الاهلي لسه الزمالك بكره هيلعب ولسه بيراميدز هيلعب. فانت مش واثق في الاهلي ومش متاكد في الاهلي، ومش ده الاداء اللي واثق منه. مش ده المدرب اللي انت واثق فيه. بعد كده في الدور الجاي هيبقى صعب. الدور الجاي هيبقى صعب. مجموعه الابطال ديت هتبقى صعبه. انت هتلاعب اول 7 فرق في الدوري، هتلاعب 6 فرق من الاوائل. انت هتلاعب بيراميدز تاني، وهتلاعب الزمالك تاني، وهتلاعب سيراميكا، وهتلاعب بقى لسه اللي بعدهم ما اتحسموش، لكن انت هتلاعب فرقه صعبه. فمش ده النادي الاهلي اللي يطمن. مش مطمن كده، مش حاسس ان احنا هناخد الدوري. اول مره ما احسش ان الاهلي هياخد الدوري. مدرب بفكره واحده طول الماتش، فكره واحده ما بيتعملش غير كسبانين خسرانين متعادلين، هنلاعب مش عارف مين، هنلاعب مش عارف مين. هي نفس الفكره، هي نفس الفكره. كل لاعب يطلع على الطرف، ولعب اللعب اللي هو مفيش نص ملعب، كله يطلع على الطرف. ديانج يطلع على الطرف، ابو رمضان يطلع على الطرف، امام عاشور مش في مركزه بيلعب جناح النهارده. في ظل انك عندك حسين الشحات وطاهر محمد وطارق قاعدين على الدكه. مش مقتنع بيهم. اتفق معاك، ما بيقدموش مستوى حلو. مع ان حسين الشحات يستحق ياخد فرصه ويستحق لان عنده كوره. لكن فين الناشئين؟ يعني بجد هم فين عمر سيد معوض؟ فين محمد عبد الله اللي انت مشيته؟ مشيت محمد عبد الله ليه؟ فين عمر سيد معوض؟ ما اعرفش. انا بقول لك عمر سيد معوض لاعب بيلعب برجليه الشمال. انت ما عندكش لاعب بيلعب برجليه الشمال في القائمه دي كلها. ما عندكش لاعب بيلعب برجليه الشمال. وانت مدرب بنفسك قلت انا بحب اطلع الناشئين وبحب العب بيهم. ليه ما بتلعبش عمر سيد معوض؟ لاعب حرفه كلنا شفناه في كاس الرابطه. مش فاهم. كل ده علامات استفهام على سروب. نفس الفكره بيطبقها، نفس كل حاجه. لما يكون كسبان بيلعب يدافع. اراهنك لو كان في مدافع كان هينزله. يعني هو ما كانش في مدافع. ياسين اتصاب، ما كانش في مدافع تاني ينزله. بيطلع الجزار بره بيستبعد، بيقولوا مصاب، الله اعلم. مش بالع قصه انا اللي هو مصاب دي. من اول ما الجزار لعب وهو دايما في القايمه لكن ما بيلعبش. هذا الرياض رجع دخله بره القايمه وطلع الجزار. فانا مش واثق في حكايه عمرو الجزار انه مصاب ديت. مدرب عنده قناعات غريبه غريبه. مش مطمن للاهلي مع سروب. مش عارف، مش متعشم في حاجه، مش مستني حاجه. يعني نعدي الموسم ده على خير ونشوف هنعمل معاه ايه. اما جابش بطولات مشوه. يعني هو ماله المدرب المصري؟ ماله علي ماهر؟ ماله؟ انا يعني فين المدربين ايام ما الاهلي كان بيكسب ينزل ماتشات زي دي تكسب 4 و3؟ وفين الايام دي؟ فين المدرب الجامد اللي طول ال 90 دقيقه بيهاجم؟ فين؟ صعوبة علامات استفهام غريبة عليه النهارده. وفي كل الايام انا ما شفتش منه غير فكره واحده. كمان اول ما جه كان بيلعب بضغط منظم، ضغط باللعيبه كلها وهجوم مباشر. ده ما بنشوفوش دلوقتي. انت في وسط ان سموحه ضغط عليك ما شفناش هجمه. يعني الشوط الثاني ما شفناش هجمه توحد ربنا حلو. هجمه توحد ربنا كده تقول النادي الاهلي موجود. احنا ما شفناش غير كوره مروان عثمان دي الكوره اللي قلنا عليها هي ومش عارف إيه. انما ما شفناش اي هجمه تاني نفرح بيها، ولا هجمه نعمل عليها، ولا اي متعه في الماتش خالص. لو انت قدام مدرب، انت كنت النهارده بتلاقي مدرب محترم. المدرب المحترم ده لو كان معاه مثلا يعني لاعب مثلا زي تريزيجيه مثلا، او لاعب مباشر في الهجوم، والله كنت هيدخل فيك جواه. انت النهارده بتلاقي مدرب لولا رعونه لاعبين الهجوم بتاعته كان زمانك بلعت جون واتنين. النادي الاهلي النهارده كان بيدافع. انت كنت مستني سموحه تدخل جوه، ما كنتش مستني الاهلي يدخل جوه. سموحه كانت الاكثر فعاليه على المرمى. فعلامات استفهام غريبه من صروب النهارده. احداث المباراه اول 25 دقيقه سموحه ضغطه لكن بلا فعاليه. زي ما قلت لك كان ناقصهم الفعاليه، والفعاليه ديت عايزه لاعب حلو بس ده اللي كان ناقص سموحه. ده 17 اتصاب ياسين مرعي، طلع ونزل هذا الرياض يعني مش وحش يجي منه. وبالمناسبه بيكهام النهارده لعب ماتش حلو قوي. يعني بيكهام عجبني. بيكهام النهارده عجبني. بيكهام لا ماتش حلو. ده 30 بالعمري بقى جون بقى. شوف من العمري مزكي بالعمري، ما عملش اللي هي طول الماتش. ما عملش اللي هي طول الماتش. انا راهنك لو كان كوكا اللي بيلعب في مكانه في نفس الموقف ده كان هياخدها ويرجعها ورا مروان عطيه. انما بالعمري ثبت المدافع وشاطها واحده حلوه ردت من الحارس. مروان عثمان متابعه حلوه قوي حطها جول. اول اهداف المباراه. مهم قوي ان المهاجم بتاعك يسجل. مهم، دي كانت حاجه مهمه. يعني ان احنا ندي الثقه لمروان عثمان لان كان مش واضح عليه انه خلاص 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 ما يلعبش تاني. ما اشوفش كامش في الملعب تاني بعد اذنكم يعني. اقولها لك والله وعلى الله.
انت دخل اشرف دار القايمه وطلع كاموش وقول انه مصاب، يعني اديني قلتها يعني اي حاجه يعني. اشرف داري كده كده يعني، حتى لو لعب هيتصاب تاني الله اعلم يعني، بس احنا عارفين انه كواليتي حلو، عارفين ان مثلا لو لعب وتالق تقدر تطلعه. فانا بقول لك طلع كاموش اللي ما فيش منه رجا خالص، ودخل اشرف داري والعب بمحمد شريف ومروان عثمان، مع ان محمد شريف مستواه مش واو، مش مهاجم النادي الاهلي ولازم يمشي هو كمان، لكن يعني هنعمل ايه؟ ما عندناش مهاجمين، اداره في التخطيط زيرو، مش عارف. سموحه بتضيع التعادل في الدقيقه 31، 33 سموحه بتضيع برضه، 37 بن رمضان لعبها بن شرقي ضيع، وبن شرقي عليها علامات استفهام كبيره قوي النهارده او كل الايام. طب بن شرقي ده ادى ماتش الاسماعيلي، بعدها راح فين بن شرقي؟ خلي بالك بعد شويه مثلا هيقعد الماتش الجاي مثلا يعني مش هيتالق، وبعد كده لما يجي يتالق هتلاقي بقى تطبيل بن شرقي ايه. اوعى بن شرقي، اوعى المهاري، اوعى اللاعب اللي لو حطيته اصل سروب مثلا ما بيلعبوش مكانه بيلعبوا هنا، هو سروب غلطان انه ما بيلعبوش مكانه، لكن يعني اي لاعب يعني ده جناح يعني لاعب في اي حته هتالق يعني، مش حتى الترقيص ما عرفش يرقصه لما رجع مركزه ونزل طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر نزل في الدقيقه 70 تقريبا، اشرف بن شرقي ما شفناهوش لما كانوا تعادل. فاشرف بن شرقي مش ما اقتنعتش بيه انه محترف النادي الاهلي. اشرف بن شرقي ده كنت تجيبه كمان قبل 5 سنين 6 سنين، انما دلوقتي لا، مش عيب يا جماعه محترف النادي الاهلي يبقى عنده حاجه و30 سنه والله. يعني لما يكون مثلا ايه جايب محترف من الدوري الانجليزي محترف واو، انما محترف عنده 33 سنه. اشرف بن شرقي بعد ما طلع من الزمالك تقريبا سجل 8 اجوان في من اول ما طلع للزمالك، على اي اساس جبته بن شرقي؟ يعني الصفقات البوم طخ والجماهيريه ديت يعني احنا النادي الاهلي يعني مالناش احنا في يعني المفروض اداره غريبه، صفقات غريبه، لازم اعاده هيكله من اول وجديد. الفساد انتشر في النادي الاهلي. ينتهي الشوط الثاني ينتهي الشوط الاول يبدا الشوط الثاني بهجمه للجونه، برضو الجونه خطيره زي ما بقول لك كده، بس مش مباشره على الجون، عايزه لاعب خطير. لسموحه قصدي. ده 51 عرضيه من الو ديانج، ورأسها من امام عاشور بتضيع يعني. بتلعب امام عاشور جناح يعني ليه بتلعب امام عاشور جناح؟ وليه لما عملت تبديل طلعت بن رمضان اللي كان احسن من امام عاشور؟ مش فاهم. امام عاشور اللي رجع برضه يلعب في نص الملعب ما قدمش حاجه، فانا مش فاهم ليه امام عاشور يعني زيرو النهارده. هنقيمه هنديله صفر. امام عاشور ما لعبش النهارده، ما لعبش بجنيه كوره، مش عارف ما بيديش. امام عاشور عنده وكلنا عارفين انه عنده، ما اداش النهارده ليه الله اعلم. وعلى فكره خطه يعني المدرب ما كانش مساعده، المدرب كان بيدافع يعني بيدافع قدام سموحه. انت متخيل؟ تخيل الضعف والحلول العاقمه للنادي الاهلي. تخيل احنا النادي الاهلي اللي كنا 90 دقيقه بنكسب، بننزل 90 دقيقه بنهاجم 4-0، ما بنكتفيش بال 1-0 ده ابدا. اول مره اشوف النادي الاهلي بيكتفي بال 1-0. وبقولها لك سروبا يمشي في اخر الموسم، انا بقولها لك لما كان هو سروبا يمشي في اخر الموسم، والله اعلم. 54 امام عاشور بيلعبها لبن رمضان، ولا الكره اتلعبت لامام عاشور شاطها الحارس رجعت لبن رمضان حطها حلوه، الحارس برضه بن رمضان كان المفروض يكمل لاخر الماتش مش امام عاشور. رأسية خطيره من سموحه في الدقيقه 60، سموحه عايزه مهاجم زي ما قلت لك، طلع بن رمضان في الدقيقه 65 ونزل طاهر من الدقيقه 65، عدد المكان بن شرقي من الدقيقه 65، وطاهر مستواه زي الزفت، ما شفتوش النهارده، ما شفناش طاهر مع انه اللي بيلعب من الدقيقه 65 لكن ما شفناش طاهر. 73 تسديده لسموحه، 79 تسديد فرصه لسموحه برضه، 83 نزل كامش والشحات وكوكا وطلع مروان عطيه واشرف بن شرقي ومروان عثمان، تبديل متاخر قوي، متاخر قوي 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 كمان. وكاموش يعني النهارده بالنسبه لي خلاص خلاص ما يجيش منه يعني. كاموش كنت بقول ممكن يجي منه، لا ما يجيش منه، وخصوصا الحلقه اللي فاتت بعد ما وريتك انتقالات كاموش. انت كل موسم يروح في النادي، كل موسم مجانا يمشي مجانا، ما عدا النادي اللي اشتراه ده واحنا كسبناه فيه اعاره وهنرجعه لهم تاني. كسبناه فيه اكتر من ما هم اشتروه كمان، اشتروه ب 250 واحنا خدناه عربي ب 400. مش عارف منه له مصلحه من الصفقه دي، ده اكيد مصلحه يعني، ده مش لاعب اللي جابه ده هيبقى نجم مع النادي الاهلي، لا ده اللي جابه مصلحه سبوبه فلوس، والله اعلم. 84 فرصه خطره لسموحه. فين بقى الناشئين بقى يعني؟ عايزين اجنحه بقى يعني. انت بتلعب بامام عاشور جناح اللي هو ما ينفعش يلعب جناح اصلا، بتلعب بستتين مروان عطيه واليو ديانج، لازم تختار واحد. انا بقول لك وانت في الدوري المصري، انت النادي الاهلي انت لازم تختار واحد. احنا بندافع ليه يعني؟ بندافع ليه اصلا يعني؟ انا نفسي ارجع اشوف النادي الاهلي اللي بتاع الهجوم. حتى كولر قبل ما يخرف في الاخر، كولر كان بيلعب كوره هجوميه، كولر كان بيكسب بالاربعه. كولر لما كان بينزل كنا بنقول الاهلي هيكسب كام، ما كانش عندنا شك. كل ماتش بقول هنعمل ايه الماتش ده، زمان كنت بقول هنكسب كام. فانا مش فاهم.
تقييم اللعيبه مصطفى شوبير، انا من وجهه نظري هو مش هيثبته، هو مش عايز يضيع كاس العالم على ده ولا على ده، ويبقى الاختيار لمدرب منتخب مصر حسام حسن. لكن شوبير يتثبت، لا شوبير عنده ثقه في الطلوع، بيطلع بثبات على الكوره، بيلعب برجله حلو قوي، دي حاجه مش موجوده في الشناوي. فانا شايف ان شوبير يتثبت 6 من 10. طلع بكلين شيت النهارده. هادي رياض نزل، ياسين مرة مش هنقيمه، هادي رياض نزل بداله. فهادي رياض كويس مش وحش، 5 من 10 او 4 من 10. ما ظهرش النهارده. بيكهام 6 من 10. عمل ماتش حلو بيكهام بالنسبه لي. بالعمري ما عملش غير الكوره بتاعت الجون الترقيصه ديت، لكن بالعمري ما بيطلعش يا جماعه. بالعمري ده جوهره زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت. بالعمري ده يعتبر من احسن الصفقات اللي جت النادي الاهلي بعد وسام ابو علي. من بعد وسام ابو علي انت جبت رمضان صفقه مميزه وبالعمري. بس تخيل يعني، انت تخيل من ساعه وسام ابو علي انت عملت ايه؟ محمد هاني صفر. محمد هاني جرب يا اخي كريم فؤاد. جرب، هو انت هتخسر حاجه؟ جرب كريم فؤاد يعني. ما بتجربش كريم فؤاد ليه؟ بتنزله دايما في اخر دقيقه والنهارده ما نزلتوش. جربه، جربوا شوف هيديك ولا لا. ده جربت احمد عيد اديته فرصه وما عملش حاجه. جرب بقى كريم فؤاد. اليو ديانج 6 من 10، ونور بعدها 6 من 10. وكمان اليو ديانج يا جماعه مسمار. اليو ديانج ومع انه بيفقد الكوره لكن بيسترجعها. اليو ديانج ده ميزان، لو طلع نص ملعب بيتكشف عشان كده ما طلعوش النهارده. اليو ديانج لما يطلع في ماتش نص الملعب بيتكشف خالص. برمضان 7 من 10 وكان عامل ماتش كويس ومش عارف طلع ليه. مش عارف طلع وسبت امام ليه. يعني انت على انهي اساس بتفضل امام عاشور على بن رمضان في الماتش ده؟ الماتش ده كان بن رمضان لحد ما طلع الدقيقه 65 كان هو الافضل، ويبقى اول تغيير طلع الافضل بعد مروان عثمان اللي سجل هدف حلو وكان بيضغط ويعمل. مروان عثمان 7 من 10، اشرف بن شرقي 0، وامام عاشور 0. نزل كاموش وحسين الشحات وكوكا في الدقيقه 83 مش هنقيمه. وطاهر نزل في الدقيقه 65 0 0. طاهر يعني خد فرصته كفايه قوي. 6 7 سنين كفايه قوي عليه. طلع ناشئين، اعمل دم جديد، اعمل نشاط وحيويه في الفريق. فانا مش فاهم. في ترتيب الدوري بعد الماتش ده الاهلي بقى في الصداره مؤقتا 17 ماتش بالتساوي مع سيراميكا في عدد الماتشات، سابقين سيراميكا بنقطه. انت متخيل نسبه سيراميكا بنقطه؟ الدوري ده كنا في الوقت ده كنا بنكون حاسمينه. بس شوف التنافسيه بقى. الاهلي 36 نقطه مركز اول، سيراميكا مركز ثاني 35 نقطه، الزمالك 34 نقطه مركز ثالث، بيراميدز مركز رابع 34 نقطه. اللي يكسب يتصدر، ولا تقول لي دوري انجليزي ولا دوري اسباني، منافسه من 4 فرق اللي يكسب يتصدر. كان نفسي بس الجدول ده ناقصه 17 17 17 17، كل واحد يلعب 17 ماتش، ده اللي كان نفسي. الزمالك ماتش صعب جدا جدا على الزمالك، هيلاعب زد. اتوقع تعادل، اتوقع والله اعلم. زد فريق كويس، فريق محترم مع محمد شوقي اللي كان في النادي الاهلي، عامل شغل محترم مع زد. بيراميدز الماتش هيلاعب في غزل المحله. غزل المحله فريق رخم دفاعيا، فريق رخم وممكن يرخم على بيراميدز ويوقعها هي كمان. اتمنى ان بيراميدز والزمالك يقعوا والماتش الجاي هيلعبوا بعض. انت كده كده واحد هيقع، كده كده واحد هيقع من الاثنين اهو. وسيراميكا كده كده وقعت، انت سبقت سيراميكا في فرصه انك تسبق احدهما. فانا مش عارف بقى مين هيوقع مين، الله اعلم. والافضل التعادل، الافضل الاثنين يقعوا مع بعض. قلقانين مش مطمنين من النادي الاهلي، مش مطمنين من صروب. 3 نقاط مهمين. الماتشات الجايه كلها كؤوس بقى. الماتشات الجايه ما تستحملش تعادل. دوري ابطال افريقيا في الدوري الاثنين ماتشين كؤوس، ما تستحملش تعادل ابدا ابدا ابدا. كل التوفيق للنادي الاهلي. ما تنساش اللايك والفولو. تكون خلصت حلقتنا النهارده. السلام عليكم.